السلام عليكم الإخوان. قصة اليوم: حب المغرب. هل تساءلت يوما لماذا يحترم الشعب المغربي في كل شعوب العالم؟ ولماذا يحبه الجميع أينما حل وارتحل؟ الجواب ببساطة: لأن المغاربة لا يعيشون فقط في أرضهم، بل يعيش فيهم الوطن أينما كانوا، لأنهم يجمعون بين الكرامة والتواضع، الشهامة والوفاء، والعزة التي لا تشترى بثمن. شعب إذا تكلم أنصت له العالم، وإذا تصرف ترك بصمة لا تنسى. ومن بين أجمل صور هذا الاحترام جاليتنا المغربية بالخارج، تلك الوجوه المشرفة التي تنقل للعالم أجمل ما فينا بأخلاقهم، بتعاملهم النبيل، وباحترامهم للآخرين. سطروا صورة المغرب المشرق في قلوب الشعوب، وفي كل مرة نرى مثالا جديدا يذكرنا بعظمة المغاربة. وما هذا النموذج الذي يمثله المدرب محمد وهبي إلا جزء بسيط من نبل وأخلاق أبناء المغرب العظيم. شعب كريم بطبعه، يكرم الضيف حتى وإن لم يعرف، ويمنح الحب قبل أن يسأل عنه. ذلك لأن الكرم والتواضع والرجولة هي صفات استلهمها المغاربة عبر القرون من ملوك عظام نقشوا المجد على صفحات التاريخ، حتى وصلنا إلى عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وولي عهده الأمير مولاي الحسن، رمزين للحكمة والرقي والمحبة بين الشعوب. هكذا هو المغربي: وجه يبتسم، قلب يرحب، ولسان لا يعرف سوى الطيبة، وكل من عرفه أحبه واحترم بلده. إن كنت فخورا بانتمائك لهذا الوطن العظيم، فشارك هذا الفيديو واضغط إعجاب واشتراك ليرى العالم من هم المغاربة حقا. ومن أرض الشرفاء إلى قلوب العالم، دم المغرب الحر وعاش الملك.